السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلاب الثالث المتوسط. سنبدأ إن شاء الله بتصوير سلسلة محاضرات الكيمياء للثالث المتوسط. حاليا شنو عندي الفصل الأول يتحدث عن شنو عندك؟ يتحدث عن التركيب الذري للمادة. أستاذ شنو تفسير هاي العبارة؟ التركيب الذري للمادة. زين. تعريف المادة هو شنو عندي؟ هو كل شيء له كتلة وله حجم. يعني أستاذ مثلي ايش عندي المادة؟ عندي هذا القلم يعتبر عندي مادة. زين. السبورة هاي تعتبر عندي مادة. الكاميرا اللي قدامي تعتبر مادة. يعني بين قوسين أي شيء وقعت عينك عليه حاليا هذا شنو يعتبر؟ يعتبر مادة. زين. هاي المادة احنا اتفقنا عليها انه عندي هذا القلم يعتبر عندي مادة. زين. هذا القلم اجيته وطحنته فراح يتكون عندي شنو؟ تتكون عندي جزيئات. زين استاذ هاي الجزيئات اجيت وبعد طحنتها بشكل قوي فراح يتكون عندي جسيمات. هاي الجسيمات راح نشوفها من خلال المجهر. زين. يعني ما راح نشوفها من خلال العين المجردة اللي هو شنو عندي هاي الجسيمات اللي هي تعتبر عندي شنو؟ عندي الذرات. زين. استاذ شنو تعريف الذرة؟ حسب ما اخذناه عندي بصف الاول وكذلك عندك بصف الثاني. شنو تعريف الذرة؟ هو اصغر جزء في هذا الكون. زين. فعندي الفصل الأول يتحدث عن شنو عندك؟ يتحدث عن التركيب الذري للمادة. زين. عندي هسه أول سؤال قايل لك مما تتكون المواد الموجودة في الكون. زين. مما تتكون المواد الموجودة في الكون. احنا قلنا عندي المواد هذا القلم، السبورة، الكاميرا، أي شيء في هذا الكون شنو عندي يعتبر مادة. هاي المادة منين تتكون؟ خلينا نجي نشوفها. يقول لك إن جميع المواد الموجودة في الكون تتكون من جسيمات صغيرة. منين تتكون عندي؟ تتكون عندي من جسيمات صغيرة. زين. تشكل شنو عندي؟ الوحدات الأساسية لبناء هذه المواد سميت شنو عندي؟ سميت بالذرات. زين استاذ هاي الذرات شنو تعني في اللغة اللاتينية؟ يقول لك والتي تعني في اللغة اللاتينية غير القابلة للانقسام. زين. نجي نعيد ان جميع المواد الموجودة في الكون تتكون من جسيمات صغيرة مثل ما تحدثت قبل شوية. زين. تشكل شنو عندي؟ الوحدات الأساسية لبناء شنو عندي؟ هذه المواد سميت شنو عندي؟ سميت بالذرات. زين. والتي تعني في اللغة اللاتينية غير القابلة للانقسام. زين. ننتقل وياكم إلى تطور مفهوم البناء الذري. زين. هنا عندي سؤال قايل لك ما هي النماذج التي طرحت لوصف الذرة حسب التسلسل الزمني؟ ممكن يجيك هيك سؤال تقول لي أول شيء عندي شنو؟ عندي نموذج دالتون وبعدها شنو عندي نموذج ثومسون وآخر شيء عندي شنو؟ نموذج رذرفورد. زين. نموذج دالتون يمتى صار عندي؟ تقول لي حدث في القرن التاسع عشر. زين. نموذج ثومسون في نهاية القرن التاسع عشر. وآخر شيء عندي نموذج رذرفورد حدث بيا وقت تقول لي عندي في بداية القرن العشرين. إذن شنو عندي؟ نتفق على نقطة جوهرية إنه أنا عندي شنو؟ عندي ثلاث نماذج. نموذج دالتون وكذلك عندك نموذج ثومسون وآخر شيء شنو عندي؟ نموذج رذرفورد. دالتون يمتى حدث؟ تقول لي في بداية القرن التاسع عشر. بعد منو عندي ثومسون ويمتى حدث؟ تقول لي في نهاية القرن التاسع عشر. آخر شيء عندي نموذج رذرفورد يمتى حدث؟ تقول لي في بداية القرن العشرين. زين. خلينا نجي نتوسع بيهن نموذج. زين. عندي هسه أول سؤال شلون يجيني السؤال يقول لك كيف وصف دالتون الذرة؟ خلينا نجي نشوف شلون وصف دالتون الذرة. قايل لك في بداية القرن التاسع عشر مثل ما تحدثت قبل شوية قلت لك إنه دالتون أو نموذج دالتون حدث وين؟ في بداية القرن التاسع عشر. تقول لي في بداية القرن التاسع عشر تصور العالم دالتون الذرة. شلون تصورها؟ خلينا نجي نشوف. قل لي على هيئة كرة دقيقة صلبة. أوكي؟ على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام مثل ما جاي نشوف قدامكم إنه هنا شنو عندي كرة صلبة غير قابلة للانقسام. نجي نعيد على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام. زين. هسه عندي أول نموذج اللي هو عندي هذا نموذج منو عندي؟ اللي هو عندي نموذج دالتون. ايش قال عندي؟ قال عندي كرة صلبة غير قابلة للانقسام. يعني قال كرة صلبة غير قابلة للانقسام وتوقف. يعني بعد ما حكى أي شيء. زين. فقال شنو عندي؟ على هيئة كرة صلبة غير قابلة للانقسام. زين. نجي بعد شنو عندي؟ لكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصة به. لكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصة به. استاذ شنو تفسير هاي العبارة؟
يعني هسه انا جاي اسالك سؤال، راح ننتقل الى موضوع ثاني اللي هو عندي شنو؟ ما الفرق بين العنصر والذره؟ ما الفرق بين العنصر والذره؟ خلينا نجي نفسر هاي العباره. انا عندي شنو؟ عندي كل عنصر الا شنو عندك يتكون منين؟ من مجموعه من الذرات. كل عنصر يتكون من شنو عندك؟ من مجموعه من الذرات. يعني عندك مثلا عندك عنصر الحديد يتكون من شنو عندك؟ من عده ذرات منين؟ من الحديد اللي يعطينا شنو عندك؟ عنصر الحديد. واضح شباب؟ زين. لكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصه به. يعني عندك عنصر الحديد اوكي مثل ما تحدثت قبل شويه يختلف او ذراته تختلف عن ذرات الاكسجين اوكي. زين ذرات الاكسجين تختلف عن ذرات عنصر النيتروجين وهكذا بقيه عندك العناصر الاخرى. زين. وان هذه الذرات ترتبط بطرائق بسيطه لتكوين الذرات المركبه. يعني عندك ابسط مثال عندك عنصر الصوديوم راح يتكون وياه من ويل كلور يعطينا شنو عندك؟ يعطينا عندك مركب كلوريد الصوديوم اللي احنا شنو نعتبره عندك؟ ملح الطعام اوكي. زين. هاي فيما يخص عندك شنو؟ نموذج دالتون. قال عندي على هيئه كره صلبه دقيقه غير قابله للانقسام. ننتقل وياكم الى نموذج ثومسون. يجيني السؤال يقول لك كيف وصف ثومسون الذره؟ خلينا نجي نشوف كيف وصف ثومسون الذره. زين. تقول لي في نهايه القرن التاسع عشر قدم العالم ثومسون تصورا اخر للذره بعد اكتشافه ان الذره تتكون من شنو عندك؟ تتكون من جسيمات اصغر تحمل شحنات سالبه اطلق عليها اسم شنو عندي؟ الالكترونات. اطلق عليها شنو عندك؟ اسم الالكترونات. نجي نعيد. قال في نهايه القرن التاسع عشر قدم العالم ثومسون تصورا اخر للذره بعد اكتشافه ان الذره تتكون من جسيمات اصغر اوكي تحمل شنو عندي؟ شحنات سالبه اطلق عليها اسم الالكترونات. خلينا ندخل هسه عندي بوصف النموذج. قال بانها كره موجبه الشحنه. قال شنو عندي؟ هاي كره نفس الحاله. هم قال عندي شنو؟ عندي كره. هاي شو بيها الكره؟ قال عندي كره موجبه الشحنه تلتصق عليها اوكي. قال عندي شنو؟ عندي هاي الكره شنو عندي؟ موجبه الشحنه. هاي عندي الكره موجبه الشحنه. زين. شو بيها هاي؟ قال تلتصق عليها الالكترونات السالبه الشحنه وهاي عندي الالكترونات راح تكون شنو عندي؟ سالبه الشحنه. زين. بعد شنو عندي؟ التي تعادل الشحنه الموجبه للكره لذا فانها متعادله الشحنه. خلي اجي اعيد لك اياها بصوره اوضح. قايل لك بانها كره موجبه الشحنه. هاي شنو عندي؟ عندي كره موجبه الشحنه. زين. تلتصق عليها الالكترونات السالبه الشحنه وهاي عندي شنو؟ عندي الالكترونات السالبه الشحنه. لان عندي الكترونات سالبه الشحنه. زين. قايل لي بعد شنو عندي؟ قايل لي التي تعادل الشحنه الموجبه للكره لذا فانها متعادله الشحنه. انا شنو عندي؟ عندي الكترونات سالبه الشحنه وعندي كره موجبه فهنا عندي شنو راح تكون عندي؟ راح تكون عندي شحنه متعادله. زين. هاي فيما يخص عندك نموذج ثومسون للذره. زين. ننتقل وياكم الى عندك النموذج الثالث اللي هو عندي شنو؟ نموذج رذرفورد. يجيك السؤال يقول لك اذكر تصور نموذج رذرفورد للبناء الذري. تقول لي في بدايه القرن العشرين. يمتى حدث عندي نموذج رذرفورد للبناء الذري؟ تقول لي في بدايه القرن العشرين. تصور رذرفورد بان البروتونات متمركزه في حجم صغير في وسط الذره اوكي. عندي هاي الذره مثل ما وصفها عندي من هو؟ وصفها عندك من هو؟ اللي هو عندي رذرفورد. قال عندي انه عندي البروتونات هاي عندي البروتونات وين متمركزه؟ في وسط صغير. وين؟ في حجم في حجم صغير. قل لي في حجم صغير في وسط الذره تسمى شنو عندي؟ تسمى النواه. قال عندي هاي شنو عندي؟ عندي النواه. زين. قال عندي في بداية القرن العشرين تصور رذرفورد بأن البروتونات متمركزة في حجم صغير في وسط الذرة تسمى شنو عندي؟ قلنا عليها تسمى النواة. زين. وأن الإلكترونات السالبة تدور حول النواة وهاي عندي الإلكترونات وين راح تدور؟ راح تدور عندي حول النواة اللي هو عندي الإلكترونات. هاي الإلكترونات عندي السالبة وين تدور؟ تدور حول النواة. زين. أي أن الإلكترونات تدور بسرعة كبيرة بمدارات مختلفة البعد عن النواة. إذا تذكرون احنا أخذنا عندك بصف الأول وكذلك عندك بصف الثاني المتوسط. أخذنا عندنا الذرة
اللي هو عندك شنو بيها المدار الاول والمدار الثاني، وممكن بيها شنو عندك مدار ثالث. هسه عندي هاي الذره، اوكي. ايش قال عندي؟ قال عندي انه البروتونات متمركزه وين؟ في حجم صغير في وسط الذره. اطلق عليها شنو عندي؟ اطلق عليها شنو عندك؟ النواه. تدور حولها الالكترونات، اوكي. هاي شنو عندي؟ عندي الالكترونات. لذلك عند هذا النموذج بمن سميناه؟ سميناه عندك بمن؟ بالنموذج الكوكبي. زين استاذ احنا ليش سميناه عندك بالنموذج الكوكبي؟ هنا عندي تعليل قايل لك سمي نموذج رذرفورد بالنموذج الكوكبي، وهذا التعليل جاي بالوزاري. طبعا النماذج ثلاثه جايات بالوزاري. زين فخلي بالك يمهن وركز عليهن، ممكن يجنك بشهر الاول، اوكي. فضروري ما تخلى اسئله الوزاري من عندهن، وكذلك عندك الاسئله مالت الاستاذ نفس الحاله ما تخلى من عندهن. زين هنا عندي تعليل وزاري قال لك سمي نموذج رذرفورد بالنموذج الكوكبي. هسه انا اسالك سؤال، قايل لي انه انا عندي شنو؟ عندي البروتونات وراح تدور حولها الالكترونات. ليش سميناه احنا عندك بالنموذج الكوكبي؟ لانه شنو عندي؟ فرض الالكترونات تدور بسرعه حول النواه، اوكي، كما تدور الكواكب حول الشمس. يعني قال انه عندي هاي النواه تعتبر شنو عندي؟ تعتبر الشمس، والالكترونات اللي تدور حولها شنو عندي؟ هاي اللي هو عندي الكواكب. واضح شباب؟ لذلك احنا سمينا عندي اللي هو عندي من هو؟ نموذج رذرفورد من نموذج الكوكبي. زين هنا أنا عندي تعريف البروتون اللي هو شنو عندي؟ جسيم موجب الشحنه. جسيم موجب الشحنه كتلته اكبر بكثير من كتله الالكترون. طبعا مثل ما اخذناه بصف الاول انه انا عندي شنو؟ عندي كتله البروتون. ايش بيها استاذ؟ انه انا عندي شنو؟ عندي كتله الالكترون اصغر من كتله البروتون، اوكي، بحوالي 1840 مره تقريبا. نجي نعيد هاي المعلومه اخذناها بصف الاول المتوسط. قايل لي انه شنو عندي؟ قايل لي انه عندي كتله الالكترون اصغر من كتله البروتون بحوالي ايش قد عندي؟ بحوالي تقريبا 1840 مره. زين خلينا نجي نراجع عندي النماذج الثلاث بصوره، يعني بصوره عندي شنو؟ بصوره سريعه. قايل لي انه هنا شنو عندي؟ عندي نموذج دالتون. هذا عندي اول واحد اللي هو عندي نموذج دالتون. قال انه عندي الذره، قال انه عندي هاي الذره على هيئه شنو عندي؟ كره صلبه دقيقه غير قابله للانقسام. من هنا وتوقف. زين نجي هنا عندي شنو؟ عندي نموذج ثومسون. شنو قال عندي؟ قال انه عندي الذره على هيئه كره موجبه، وهاي شنو عندي؟ عندي الكره الموجبه تلتصق عليها شنو عندي؟ الالكترونات السالبه. هذا عندي شنو؟ نموذج ثومسون. زين واخر شيء شنو عندي؟ عندي نموذج اللي هو منو عندي؟ رذرفورد. رذرفورد قال انه عندي البروتونات متمركزه وين؟ في حجم صغير في وسط الذره، راح تدور حولها شنو عندي؟ راح تدور حولها عندي الالكترونات. زين لذلك احنا سمينا عندي هذا النموذج بمن؟ بالنموذج الكوكبي. زين وقلنا ليش سميناه عندي بالنموذج الكوكبي؟ لانه فرض الالكترونات تدور بسرعه حول النواه كما تدور الكواكب حول الشمس. زين ننتقل وياكم الى مدخل الى البناء الالكتروني الحديث. اول سؤال ممكن ينطرح عندي بهذا الموضوع يقول لك لماذا فشل تصور رذرفورد للذره؟ طبعا عندك تصور رذرفورد للذره هنا عندي فشل. خلينا نجي نشوف ليش فشل عندي هذا النموذج. اول شيء عندي الافتراض الاول، وكذلك عندك شنو؟ ثانيا عندي الافتراض الثاني. اول شيء افترض انه عندي هاي الالكترونات، ايش بيها استاذ؟ هاي الالكترونات راح تكون شنو عندك؟ راح تكون عندي ساكنه، يعني مجرد ثابته واقفه هيك بمكانها. زين انا عندي شنو؟ عندي النواه موجبه، اوكي، عندي النواه موجبه. زين والالكترونات شحنتها ايش راح تكون عندي؟ راح تكون عندي سالبه. زين يعني بهاي الحاله ايش راح يصير بيناتهم؟ راح يصير بيناتهم عمليه انجذاب. زين نجي نعيد انه عندي شنو؟ عندي الالكترونات، قال لي انه عندي الالكترونات راح تكون عندي ساكنه، يعني ثابته واقفه بمكانها. زين الالكترونات هي سالبه وعندي النواه موجبه، فبهاي الحاله ايش راح يصير بيناتهم؟ راح يصير بيناتهم عمليه انجذاب. قايل لي الافتراض الاول ان الالكترونات السالبه ساكنه، قال ان الالكترونات السالبه راح تكون عندي ساكنه سوف تنجذب نحو النواة المخالفة لها بشحنة، لذا يجب أن تكون في حالة حركة. عكس السكون شنو عندي؟ اللي هو عندي الحركة. فننتقل وياكم إلى الافتراض الثاني. قال إنه عندي الإلكترون في حالة حركة مثل ما تحدثت، عكس السكون شنو عندي؟ اللي هو عندي الحركة.
لازم عنده هاي الالكترونات لازم تكون عنده شنو عندك في حاله حركه. زين استاذ اذا كانت في حاله حركه فهنا شو راح يصير بها؟ يقول لك فيفقد طاقته، يعني عندك هذا الالكترون راح يفقد طاقته. زين فتبطأ حركته ويلف لولبيا ويكون غير قادر على مقاومة جذب النواة فيسقط في النواة فتنهار الذرة، وهذا غير ممكن لأن الذرات لا تنهار. خلنا نجي افسر لك. عندك هذا الافتراض الثاني، انت هسه عندك ابسط مثال، عندك لاعب كرة القدم راح يجري ممكن عندك 90 دقيقة او اكثر من 90 دقيقة، اوكي؟ يعني ممكن عنده اشواط اضافية. زين طبعا للمعلومة انه عند متوسط لاعب كرة القدم ممكن يجري اللي هو عندك شقد ممكن عندك فد 12 كيلو بمن بهاي الساعة. زين هو راح يجري عندي شنو 12 كيلو، اوكي؟ زين فبهاي الحالة انه اللاعب بالبداية دخل بكل طاقته، فعندي بنهاية اللعبة صار بي هو يكون في حالة حركة، يعني 90 دقيقة راح يتحرك، فبنهاية اللعبة ايش راح يصير بيه؟ انه طاقته خلصت عندي، واضح؟ فما انه طاقته خلصت عندي فايش راح يسوي؟ راح يسقط. زين فعندي الافتراض الثاني يقول لك لازم تكون عندي في حالة حركة، وبما انه الالكترون راح يكون عندي في حالة حركة فهنا عندك طاقته ايش راح يصير بيه؟ راح تنتهي. زين بما انه راح تنتهي هو شحنته سالبة والنواة شحنتها موجبة، فشو راح يصير بيناتهم؟ راح يصير بيناتهم انجذاب. فعندي كلا الفرضيتين هنا عندك شنو؟ راح تكون عندك باطلة. زين يقول لك لذا في كلا الفرضيتين نجد ان الذرة سوف تنهار، اوكي؟ زين وبما ان الذرات لا تنهار، اوكي، لذلك لابد ان يكون هناك خطأ حسب المناقشة المذكورة اعلى. هاي فيما يخص عندك هذا السؤال لماذا فشل تصور راذرفورد المن للذرة. زين ننتقل وياكم الى نموذج اخر اللي هو عندي شنو؟ عندي نموذج بور. قايل لك اخترح العالم بور وهو عالم دنماركي عام 1913، اوكي؟ اخترح العالم بور وهو عالم دنماركي عام 1913 ان الالكترونات، هاي الالكترونات شبيها؟ خلينا نجي نشوف. يقول لك تدور حول النواة، نفس الحالة نفس عندي نموذج راذرفورد، اوكي؟ قال انه عندي الالكترونات راح تدور حول النواة. زين بس بهاي الحالة بالنسبة لنموذج بور شبيه؟ شنو قال؟ قال في مستويات ذات طاقة وأنصاف أقطار شنو عندي؟ محددة. هذا الاختلاف، قال في مستويات ذات طاقة وأنصاف أقطار محددة، واضح؟ زين طبعا عندي شنو؟ عندي مستويات الطاقة راح نتوسع بها شنو عندك بالمحاضرة الثانية، اوكي؟ لذلك انا هسه ما راح اشرح لك اياها، بس احفظ لي انه اخترع العالم بور وهو عالم دنماركي عام 1913 ان الالكترونات تدور حول النواة، اوكي؟ الالكترونات وين راح تدور؟ دور حول النواة في مستويات ذات طاقة وأنصاف أقطار محددة. زين ولكل مستوى طاقة رقم يميزه ويصف طاقته يسمى بعدد الكم الرئيسي. يسمى شنو عندك؟ بعدد الكم الرئيسي. هنا عندي فد مجموعة ملاحظات، قايل لك ملاحظة مهمة، يقول لك في الإلكترون في مستوى الطاقة الأول، الإلكترون في المستوى الطاقة الأول يكون عدد الكم الرئيسي له شنو عندك؟ مساويا لواحد. زين أما عندك الإلكترون في المستوى الطاقة الثاني يكون عدد الكم الرئيسي له شنو عندك؟ مساويا المن لاثنين. زين وهكذا وتزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة. يعني أستاذ شنو تفسير عندك هاي الجملة؟ يقول لك وتزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة. خلينا نجي نشوف. عندك الملاحظة الثانية راح تفسر لي عندها هاي الجملة. زين يقول لك في المثال يكون عندك مستوى الطاقة الرئيسي الأول ذات طاقة أقل من تلك التي يمتلكها مستوى الطاقة الثاني، ويمكن للإلكترون أن ينتقل بين مستويات الطاقة هذه عند اكتسابه أو فقدانه للطاقة. طبعا عندي بخصوص هاي الملاحظة عندي هنا تمرين اللي هو عندك تمرين 1-1، يقول لك اختر الجواب الصحيح. قايل لك مستوى الطاقة الرئيسي الذي طاقته أعلى هو من عندي؟ هو مستوى الطاقة الرئيسي الأول. لو عندك شنو مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، لو عندك مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، لو عندك مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. نجي للملاحظة مالتنا، يقول لك وتزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة. هنا هو ذاك اللي شنو عنده مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. هسه اسالك سؤال، منو اللي اعلى طاقة؟ الرابع اللي هو عندك مستوى الطاقة الرئيسي الرابع لو الأول؟ أكيد راح تجاوبني شنو عندي؟ مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. زين هذا ما يخص عندك شنو التمرين 1-1. ننتقل وياكم إلى النظرية الذرية الحديثة اللي هو شنو اسمها؟ بين قوسين اسمها نظرية الكم.
زين خلينا نجي نشوف شنو عندي بيها. قايل لك هنا أنا عندي سؤال، قايل لك يعتبر تركيب ذرة الهيدروجين أبسط نظام ذري. زين أستاذ ليش؟ لأنها تحتوي على بروتون واحد وإلكترون واحد. زين أستاذ من يقول هذا كلامك صح؟ أنا عندي شنو؟ عندي عنصر الهيدروجين، هذا عندي عنصر الهيدروجين. العدد الذري مالته ايش قد راح يكون؟ راح يكون عنده واحد. هذا هنا شنو عندي؟ عندي عدد ذري. وأنا عندي شنو؟ عندي قانون أخذته بما بصف الأول المتوسط. شنو يقول لي؟ يقول لي العدد الذري، العدد الذري ايش راح يساوي لي؟ ويساوي لي عدد البروتونات الموجب، ويساوي لي شنو عندي؟ عدد الإلكترونات السالب. واضح شباب؟ زين عندي العدد الذري يساوي لي عدد البروتونات الموجب، ويساوي لي شنو عندي؟ عدد الإلكترونات السالب. وبما انه انا عندي العدد الذري مالته واحد، يعني هنا عندي شنو؟ عندي العدد الذري مالته واحد، يعني هنا شنو عندي؟ ويساوي له عدد البروتونات راح يكون عندي واحد، ويساوي عدد الالكترونات همتين راح يكون عندي واحد. فهنا عندي التعليل او السؤال قال لك يعتبر تركيب ذرة الهيدروجين ابسط نظام ذري. طبعا هذا السؤال نفسيته موجود بالصف الاول. لانها جواب مالتي يقول لك لانها تحتوي على بروتون واحد، لانها تحتوي على بروتون واحد وشنو عندك؟ والكترون واحد، مثل ما تحدثت هسه. واضح شباب؟ لانها تحتوي على بروتون واحد والكترون واحد. زين ننتقل وياكم. طبعا عندي نموذج بور هم كذلك عندي فشل. زين استاذ لماذا فشل نموذج بور؟ خلينا نجي نشوف لماذا فشل نموذج بور. خلينا نجي نشوف. يقول لك لأن فسر نموذجه على تركيب ذرة الهيدروجين، لأنه فسر نموذجه على تركيب ذرة الهيدروجين وهو أبسط نظام ذري. يعني عندي تركيب ذرة الهيدروجين هذا شنو عندي؟ هو أبسط نظام ذري. زين أستاذ ليش؟ قبل شوي احنا تحدثنا لأنها تحتوي على شنو عندك؟ على بروتون واحد والكترون واحد. أوكي؟ لأنها تحتوي على شنو عندك؟ على بروتون واحد والكترون واحد. لذا فهو فشل في تفسير بعض الظواهر الطبيعية زين للعناصر الأخرى التي تحتوي على أكبر عدد ممكن من الإلكترونات. زين أستاذ يعني ما فهمت هاي شنو معناته؟ زين جابوا له عندك عنصر الأكسجين، هذا عندي الأكسجين العدد الذري مالته 8. زين قال لهم أنا ما أقدر أفسره. أوكي زين جابوا له عندك عنصر مثلا عندي الصوديوم، هذا عندي الصوديوم اللي هو عندي Na العدد الذري مالته ايش قد راح يكون؟ راح يكون عندي 11. قال لهم ما اقدر افسره. اوكي ففسر نموذجه فقط على ذره شنو عندي؟ على ذره الهيدروجين اللي هي شنو تعتبر هي عندك ابسط نظام ذري. زين استاذ ليش؟ لانه تحتوي على بروتون واحد والكترون واحد. زين هنا عندي سؤال قايل لك طور العلماء نظريه تعرف بنظريه الكم. ما نص هذه النظريه؟ خلينا نجي نشوف. يقول لك تنص على احتمال وجود الالكترون. اوكي تنص على احتمال وجود الالكترون في حيز محدد. وين؟ في الفضاء المحيط، في الفضاء المحيط بالنواة. طبعا انا شنو عندي هنا الذره هاي. زين هذا هنا عندي شنو؟ هذا عندي فضاء، هذا عندي يعني بين النواة وبين المدار، بين النواة وبين المدار. هذا شنو عندي؟ عندي هنا فضاء. زين هنا عندي شنو؟ يقول لك تنص على احتمال وجود الالكترون وين؟ في هذا الحيز. وين؟ في الفضاء المحيط بالنواة، وليس وين؟ في مدارات محددة الابعاد. يعني مو بالمدارات ولا كذلك عندك بالنواة. وين؟ في المحيط اللي هو عنده هذا المحيط. زين كما وضح بور اطلق عليه اسم شنو عندي؟ اسم الاوربيتال. اوكي اطلق عليه شنو عندك؟ اسم الاوربيتال، سميت الاغلفه الالكترونيه. زين ولهذه الاوربيتالات الذريه احجاما واشكالا شنو عندي؟ مختلفه. زين ننتقل وياكم الى تمرين 2.1 قايل لك ما مفهوم السحابه الالكترونيه. خلينا نجي نشوف شنو تعريف السحابه الالكترونيه. هو شنو عندي؟ هو وجود الالكترون في حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة، وليس وين؟ في المدارات المحددة الأبعاد، ويطلق عليه شنو عندي؟ اللي هو عندي شنو؟ الأوربيتال، مثل ما تحدثت قبل شوية. زين ننتقل وياكم إلى سؤال قال لك ما هي فروض النظرية الحديثة؟ زين هنا أنا عندي فروض النظرية الحديثة عندي 3. عندي شنو؟ عندي فروض النظرية الحديثة، فخلي بالك كمي. خلينا نجي نفسرها وحدة وحدة. قايل لك ما هي فروض النظرية الحديثة؟ طبعا عندي 3 نقاط، خلي بالك كمي. طبعا بالكتاب هو كاتب لك عندك بس 2، بس بالصفحة اللي بعدها هنا عندك النقطة الثالثة. زين قايل لك سؤال ما هي فروض النظرية الحديثة؟
اول نقطه قايل لك تتكون الذره من نواه. اوكي، خلينا نجي نفسر عندي هاي الفروض اوكي على تركيب او شنو عندك على نموذج الذره اللي احنا درسناه بصف الاول وكذلك عندك بصف الثاني. قال لك تتكون الذره منين؟ من نواه. هاي عندي شنو؟ عند النواه تحيط بها الالكترونات ذوات مستويات مختلفه من الطاقه. تحيط بها شنو عندي؟ هاي عندي الالكترونات. نجي نعيد، تتكون الذره منين؟ من نواه تحيط بها شنو عندي؟ هاي الالكترونات. زين، وين؟ ذوات مستويات مختلفه منين؟ من الطاقه. زين، عندك النقطه الثانيه قايل لك تدور الالكترونات. هاي عندي الالكترونات اللي هو عندك باللون الاسود. قايل لك تدور الالكترونات حول النواه على مسافات بعيده عنها نسبة لحجم الذرة. يعني حجم الذرة ممكن عندي فد 4 مدارات، ممكن عندي 3 مدارات، ممكن عندي مدارين، ممكن عندي مدار واحد، حسب عندي شنو؟ عندي حجم الذرة. تدور الإلكترونات حول النواة على مسافات بعيدة عنها في مستويات الطاقة، ويعبر عن هذه المستويات شنو عندك؟ بأعداد تدعى شنو عندك؟ بأعداد الكم الرئيسي. أعداد الكم الرئيسي. زين أستاذ، شنو التعريف عدد الكم الرئيسي؟ خلينا نجي نشوف. وهي عبارة عن أعداد صحيحة موجبة. وهي عبارة عن أعداد صحيحة موجبة، يعني لا هي مثلا عندي عشرية ولا هي كسرية ولا تأخذ قيمة الصفر. أوكي، قال عندي شنو؟ عندي أعداد صحيحة موجبة، يعني موجب 1 أوكي، موجب 2 موجب 3 موجب 4 إلى آخره. أوكي، ويرمز لها بالحرف شنو عندي؟ اللي هو عندي هذا الN سمول. هذا عندي الحرف عندي N سمول. نجي نعيد أعداد الكم الرئيسي. زين، وهي عبارة عن أعداد صحيحة موجبة. وهي عبارة عن أعداد صحيحة موجبة يرمز لها بالحرف عندي شنو؟ عندي N سمول. نجي نعيد، يقول لك تدور الإلكترونات حول النواة على مسافات بعيدة عنها نسبة لحجم الذرة. زين، في مستويات الطاقة، ويعبر عن هذه المستويات بأعداد الكم الرئيسي، وعرفناه قبل شوي. النقطة الثالثة يقول لك توجد النواة. هاي عند النواة وين تنوجد؟ في مركز الذرة. اوكي، وتتضمن البروتونات والنيوترونات. شو راح تتضمن عندي؟ راح تتضمن عندي هاي البروتونات اوكي اللي هو عندي هاي البي الموجب، وكذلك عندك هاي النيوترونات. زين، نجي نعيد، يقول لك توجد النواة في مركز الذرة وتتضمن شنو عندي؟ البروتونات والنيوترونات. هاي عندي البروتونات وهاي عندي النيوترونات. زين، هاي فيما يخص عندك شنو؟ فروض النظرية الحديثة. زين، لهنا احنا نكون ختمنا محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو عندك المحاضرة الأولى من الفصل الأول. نلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية. فيما لا طلابي، فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.